اخواتي يا اخواني الغاليين، السلام عليكم. قناه مستوى معكم مولاي. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على جوج ديال المباريات. مباراه في الدوري اليوناني، المباراه اللي كانت بين كيفيسيا ضد اولمبياكوس كيلعب فيها كعبي. والمباراه الثانيه في الليغا الاسباني هي رايو فايكانو ضد ريال مدريد. ريال مدريد كيلعب فيها اللاعب ديالنا ابراهيم دياز. بالنسبه للمباراه الاولى فكعبي دار مباراه جيده جدا، حصل ديال ضربات بانه سجل ديال الاهداف عن طريق ضربه الجزاء، يعني اختصاص. سجلوا 3 ديال الاهداف. المهم كان في المستوى ابراهيم سميتو الكعبي، يعني حصل على النقطه ديال 8. نقطه جيده جدا في هذه المباراه هذه بالتسجيل ديال الهدف الثاني والثالث. اما المباراه الثانيه فكانت بين الرايو فايكانو ضد ريال مدريد. الرايو فايكانو اللي في الجبهه ديال ريال مدريد. هذه المباراه هذه كيف تنقولوا كان فيها ابراهيم دياز جيد، دخل من البدايه وتغير في الدقيقه 71، حصل على النقطه ديال 7. يعني كان مزيان ابراهيم دياز، يعني كان كيعطي الباس وصافي. ما هي نورمالمون كان ياخذ الانيسياتيف حتى هو يدير بحال اللي كيديروا الاخرين، ولكن هو طريقته في اللعب هي هذيك معاهم هما. ما نعرف، حنا ملي كيجي الفريق الوطني كيبدا يحني راسو ويبدا يبغي يقلب ويبغي يقلب ليه، ما كيبغيش ما كيقدش ليه القضيه، كيخليه ما يلعبوش هاي ولا ما نعرف انا ما نعرف. هادشي شي حاجه كاينه تما، الله لا اله الا بها. انا خاصو يجتهد شويه، ماشي هو داك اللي باغي من ابراهيم دياز، خاصو يكون كثار من داكشي، لان الفريق الوطني هذا اللي خاصو يجي. كيف تنقولوا يعني بحال اللي قلنا حصل على النقطه ديال 7. مزيان بحد ذاته مزيان. المهم انه كيلعب، هو لعب وخرج دقيقه 71 مزيان. يلعب نافله وخرج دقيقه 1، ما كاين حتى مشكل. المهم يلعب، هذا هو اللي المهم عندنا. وهذا الشيء اللي هضرنا معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.